شفنا طبعا جون ادوار اول ما جه كان بيقول لك انا جاي اعمل فريق الاحلام لنادي الزمالك، انا جاي احقق اللي ما حدش حققه. اللي في نادي الزمالك دلوقتي وفي عز الظروف اللي فيها، احنا ما نحملش جون ادوار اللي هو فيه، بس احنا بنقول له انت فشلت. هات لي لعيب من اللي انت جبتهم سايب بصمه في نادي الزمالك غير بزيره. وسبب الفشل اللي انت فشلت فيه بيع ناصر ماهر لبيراميدز. انت بتبتدي خلاص تفضي الفرقه، انت تبتدي لو عندك لعيب كويس ولا اتنين وتلاته بتبيعهم عشان تدخل موارد لنادي الزمالك عشان تسد الديون اللي عليك، وبرضه مش هتسد. ان انت عندك مشاكل كتير جدا جدا جدا. المشاكل اللي بره بتاعت وقف القيد اهم من المشاكل اللي جوه النادي، اللي فلوس اللعيبه واللعيبه اللي عايزه تجيبها. وبعدين بقى انت شايف ظروفك مش كويسه، يبقى حط ايدك على الترابيزه وقول احنا هنشتغل باللي عندنا. لكن مش تمشي لعيب اجنبي تجيب لعيب تاني، يوم اللاعب اللي ماشي يروح يشتكيك، يوم اللي انت جبته ما بيلعبش يقعد بعدها بشهرين وبرضه يروح يشتكيك تاني. فانت ما بتعملش حاجه، هي فزوره في نادي الزمالك وعايزين لها حل. اللي شايف اللي احنا بنقوله غلط يسيب رايه في الكومنتات، واللي شايف اللي احنا بنتكلم فيه صح بشكر كل الناس اللي بتتابعنا.